رسالة بقى لكل من أحبتهم ليزا، سواء كانوا أهل أو أصحاب أو ممثلين رحلوا عن الدنيا. كانوا كتير منهم أرواح طيبة رحلت، وعلى رأي الكلام اللي كنتوا بتقولوا مع عادل إمام في كراكون في الشارع، كلنا هنروح. المهم مشاعر حلوة وأوقات حلوة وابتسامة حلوة وضحكة حلوة زي ضحكتك يا ليزا. هو أنت لو عملتي ضفيرتين دلوقتي هتبقي شبه ليزا كده؟ تفتكري؟ تيجي نجرب؟ أنا كنت جاية لكم بضفيرة. يلا. أنا فرحانة قوي. ليزا الجميلة يمكن في ناس كتير زي حاسين ان ليزا دي صاحبتهم، شاهد على طفولتهم، جزء من ذكرياتهم، وفي ناس يمكن يكونوا بيتعرفوا عليها بس اكيد اتعرفوا على ست عندها عاطفة، عندها نضج، عندها تجربة في الحياة كان فيها الحلو والوحش، مش واقفة عند محطة وما بتتحركش منها. اكيد شافوا ملمح إيجابي إنساني حلو، حتى لو ما كانوش اتفرجوا على هند والدكتور نعمان، المسلسل اللي كسر العالم العربي كله، اللي كان من بطولة العملاق كمال الشناوي والطفلة ليزا.